السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على النبي. احنا النهارده هنعمل معاكم وصفة البرجر الكذاب. انا مش هضحك عليكي واقول لك هي زي البرجر اللي بلحمه. هي مش زي البرجر اللي بلحم. هي دي حاجة هتفرحي عيالك به. لو هم نفسهم في البرجر وانت ما معكيش مقدرة تعملي برجر، هتعملي لهم وهتفرحيهم بحاجات بسيطة. انا عندي هنا الكبد والقوانص بتاعت الفراخ، انا بلمها وبحطيه، يعني دول 3 كبد وثلاث بتوع 3 فرخات بتوع 3 فرخات. اي كمية عندك، لو عندك كبدة وقنصة هتعملي بهم برضو على قد الافراد بتاعتك. انا معايا هنا كبد وقوانص بتاعت 3 فرخات، معايا هنا ربع كوبايه بقسماط، معايا هنا معايا هنا بصله صغيره. اضحكي بقى على عيالك وحط لهم جميع انواع الخضار اللي هم ما بياكلوه، اللي هم ما بياكلوهوش هياكلوه. هتحط كوسه، هتحط جزر، هتحط بطاطس، مش هتبان. انا هحط كوسه، وهنا قرن فلفل، وهنا 3 فصوص ثوم، وشبت على بقدونس. معانا بيضتين، هنحط معاهم بيضتين. معانا البهارات بتاعتنا بقى: معلقه ملح، معلقه بهارات مشكله، ربع معلقه شطه، نص معلقه ورق لورا على حبهان عشان يوحش الزفره بتاعت الكبده والقنصه، ونص معلقه فلفل اسمر. هناخد كل الحاجات دي كلها معانا وهنضربها في الخلاط. هتتضرب، ما تستغربيش يعني وتقولي لا ده هتقف في الخلاط ومش هتقف. انا اول ما هحط البطان البطان بتوعي تحت. البطين دول هيمشوا كل الحاجات اللي انا حطاها دي، وهتحط كله مع بعضه. انا هحط اهو وهضربها في الخلاط. بس البقسماط ما بتحطش في الخلاط علشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. البقسماط لما اضربها في الخلاط هوريكم شكلها ايه بعد ما اتضربت في الخلاط، وهوريكم هنحط عليها ايه، وهنقليها. ومعاها بقى تضحكي بقى على اطفالك وقولي لهم انا عامله لكم برجر. انت هتتكلفي شويه مثلا في العيش بتاع البرجر، في الكاتشب، بس هيبقى توفير عن اما تجيبي برجر جاهز او بلحمه او حاجات من دي. انا هضربهم في الخلاط وهوريه لكم بعد ما يتضرب في الخلاط هنعمل ايه في البقسماط. خلاط كله اتفرم في بعض اهو، ما بقاش باين ملامح لا كوسه ولا اي حاجه. هنفضي كل اللي في الخلاط كله اهو. طب هي كده هتنفع وهي سايبه كده؟ انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ لا انا ما بضحكش عليكم. البقسماط بقى احنا هنجمدها شويه بالبقسماط اهو. انا معايا البقسماط اهو، هنزل حبه بحبه. عاوز ما عندكش بقسماط وعايزه تحط دقيق، بس البقسماط بيبقى حلو. البقسماط بيخليها من جوه كده منفوخه كده وشكلها حلو اما بتتقلي. بحط حبه بحبه اهو وبتشرب. البقسماط ده بقى بيشرب السوائل اللي احنا حطيناها، السوائل اللي هي اللي هي البصل والفلفل والكوسه والحاجات دي. طبعا نزلت سوائل عشان ما تفكش معانا في الزيت. البقسماط بقى هتحط كميه البقسماط لغايه ما تلقاها تقلت معاكي شويه. يعني انا حطيت ربع كوبايه اهي ولقيتها لسه خفه معايا. انا هحط كمان شويه بشويه. البقسماط ده اللي احنا عاملينه في القناه، يعني احنا عاملينه برضو حاجات موجوده في البيت. يعني انت هتتغرمي يعني هتتغرمي مثلا العيش بتاع البرجر اللي هتجيب لهم كاتشب، هتعملي طحينه عندك بقى الخضار والفلفل والحاجات دي. هوريكم بقى السندوتشات اما نعملها. والله عيالك هيفرحوا واكنه برجر بصحيح، وهيفرحوا بدل انت مش قادره تعملي لهم برجر. احط كمان شويه اهو، يعني قولي 100 نص كوبايه يعني اهي. بتسيبها بقى بتسيبها شويه تيجي 10 دقايق او ربع ساعه علشان هتلقاها تقلت معاكي شويه. هتعرفي تصبعها، هتعرفي تعمليها قراص ونقلها في الزيت. انا هسيبها شويه لغايه ما تجمد معانا. هسيبها بقى 10 دقايق كده ولا ربع ساعه لغايه ما هتلقاها جمدت معاكي، وهوريها لكم وانا بقليها. انا هعمل معاكم، هسيبها اركنها وهعمل معاكم سلطه الطحينه بالمره. انا جايبه اهو ربع كيلو طحينه او ب10 جنيه زي ما انت عاوزه، عشان نعمل لعيالنا طحينه بقى عشان يحطها على السندوتشات. ما هم عاوزين بقى برجر وعاوزين سلطه طحينه وعاوزين حاجات نفرحهم، مش مشكله يعني. يوم ما مش هيبقى فيه تكلفه، بس اهو احنا بنوفر على قد ما نقدر. معانا معانا ربع كيلو طحينه اهو زي ما انتم شايفين. ربع كيلو ب10 جنيه حسب ما انت حسب مقدرتك، ما بكلفكش يعني بحاجات معينه اهو.
في ناس بتعملها بميه سخنه، في ناس بتعملها بميه بارده. انا بعملها بميه سخنه، يعني بميه بارده الصراحه. ما بحطش ميه سخنه ولا احط الكلام اللي هما بيقولوا عليه ده. معانا اهي كوبايه الميه، ومعانا ليمونه صغيره، ومعانا شويه الخل. هنحط مثلا شويه الخل اهو، قيمه يجي 3 معالق شويه خل. وهنحط معانا ربع معلقه ملح، ما تكترش ملح، ربع معلقه صغننه ملح اهي. وهنحط معانا شويه بهارات او شويه شطه لو انت بتحبي الحاجات بتاعتك حر. هنحط شويه بهارات صغيرين، وهنقلب دول كده الاول. ما تقوليش ده باظت، هي ما باظتش، ده جلفت اهي وما عادتش نافعه، لا هتنفع. احنا بقى هنخففها حبه بحبه، حبه بحبه هنخففها اهو. ها ده جلفت قوي مش هتنفع معانا، لا شويه ميه كده اهو. ما انتش هتعرفي تعملها في المضرب، في شفشق الخلاط مش مشكله، بس هي مش مستاهله شفشق الخلاط. انت بتقعدي تخففيها كده حبه بحبه اهي. عايزه تعملها بميه سخنه اعمليه عادي برضو، هتفكي معاكي اسرع. بس احنا ما احناش مستعجلين اهي. شوفوا، اعملي بقى اقعدي خففي حبه بحبه لغايه القوام اللي انت بتحبيه، عاوزاها تقيله عاوزاها خفيفه براحتك. انا بعملها وهحطها بقى في التلاجة جاهزه على لما نيجي بقى نجهز السندوتشات بتاعتنا ساعه الفطار. اقلي البرجر بتاعي كده بقى هيبقى سخن، وهجهز بقى السندوتشات بتاعي وهطبق السندوتشات بتاعتي وانا وانا معاكم وهوريكم مع شويه بطاطس شيبسي بقى مع شويه حاجات كده. هتلاقي العمليه معاكي بقت مظبوطه، والعيال فرحوا وفرحت عيالي اهو. اعصر بقى نص الليمونه بتاعتي، يا اوريكم القوام بتاعها حسب ما انت عاوزه القوام بتاعها تقيل، عاوزه القوام بتاعها خفيف، دي حاجه ترجع لك. بس عشان احنا هنعملها بسندوتشات علشان ما تقعش من السندوتشات، هي كده قوامها بالنسبه لي حلو، لا هو تقيل ولا هو خفيف، حلو اهو بالنسبه لي. وهي عامه كل ما بتقعد بتلاقيها جمدت شويه. فاحنا هنعصر عليها نص الليمونه وهنفضيها في علبه ولا في برطمان. اعملي الكميه اللي انت عاوزاها وحطها في التلاجة، تاخدي اللي تاخديه وتسيبي اللي تسيبيه. هنعصر عليها نص الليمونه وهحطها في التلاجة. واما نيجي نقلي البرجر بتاعنا هرجع لكم تاني وانا بقليه وهوريكي تقليه ازاي، يعني تشكليه ازاي عشان يبقى شكل البرجر. لما قعدت ربع ساعه اهي، شوف جمدت ازاي معايا. هتبلي ايدك طبق هنا فيه ميه علشان تعرفي تقرصيه شكل البرجر اهي. بتبلي ايدك ميه وبتاخدي وتبططها كده، بتقرصها شكل الطعميه، يعني شبه بسيط خالص شكل الطعميه اهي. ومعانا الطاسه اهي فيها زيت، وتروحي حاطاها ما بتقلبهاش بقى الا لما بتحمر من الجنب التاني. هعمل معاكم كمان واحده اهي. هتبلي ايدك ميه، ايدي نضيفه خالص اهي، مش هتلزق في ايدك ولا هتهبطك ولا حاجه اهي. بتشكلها يعني اقرب شبيه للبرجر اهي اهي. هقلي بقى كل الكميه بتاعتي دي. ومعانا بطاطس اهي، خرطت بطاطس ومعانا بطاطس اهي بتحمر. هنحمرنا كمان شويه بطاطس شيبسي وهنجهز بقى وهطبق السندوتشات معاكم. واحنا بنحط في السندوتشات هقول لكم تحطوا زي البرجر بالظبط اهي. واما تطلع هبقى اوريكم وهي بتتحمر. احنا خلصنا معانا اهو وجهزنا كل حاجاتنا اللي احنا هنعمل لها في السندوتشات. شوفوا ما شاء الله عمل كميه قد دول ب3 قوانص و3 بتاع زي البرجر اللي بالشره من بره ما شاء الله اهو. فرحي عيالك، يعني هي حاجه ما هيش مستاهله. بس هنعمل بقى معاكم السندوتشات اهو. معانا العيش اهو بتاع البرجر جهزناها اهو. هتفتحي السندوتش، افتحي الكاتشب، هنحط اهو تحت سلطه الطحينه. سلطه الطحينه تحت اهي، افتحي لي ده كده اهو. حطينا سلطه الطحينه، هنحط الخس بتاعنا معانا اهو. هتحطي واحده البرجر معاكي اهي الكاتشب بتاعك الجميل اهو. تحطي الكاتشب بتاعك اهو زي ما هم عاوزين يحطوا بقى اهو. هتحط خيار، هتحط طماطم معاكي بقى مخللك معاكي عصير. وهتجهزي الاطباق بتاعتك اهي. هنجهزهم بقى كلهم وهوريكم بعد ما هيخلصوا اهو يا حبيبي. شوفوا ما شاء الله ب3 كبد قوانص، ب3 كبد بتاع فراخ
وقوانص. عملنا قد ايه كميه البرجر بتاعنا. سفره حلوه وشيك، وتنفع معاكي مثلا لو انت عازمه حد على السحور وما انتش عارفه تعملي له حاجه. شوفوا ما شاء الله الكميه بتاعتنا اهي، ومعاكي المخللات بتاعتك، واي عصير عاوزه تجيبي بيبسي هاتي. ويا ريت الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وكل عام وانتم بخير، ومع السلامه.